عليكم، تعالوا النهارده نلم بواقي المطبخ ونعمل بيها عظمة. في البداية لازم نجهز شربات تقيل عبارة عن 3 كوبايات من السكر، عليهم كوبايتين من المية، رشة من ملح الليمون، كمان معلقة من عسل الجلوكوز. هسيبهم على النار يغلوا لمدة 8 دقايق. بعد كده هجيب كنافة، ابدأ احط عليها معلقة من السمنة واحمصها كويس جدا. وتلمي بقى البسبوسة، لو عندك بواقي جلاش اي حاجة لميها وتعالي النهارده هنستفيد بيها. جبت علبة صغيرة وبدأت احط طبقة من الكنافة وعليها قطعة من البسبوسة وبقلبها على ورقة الجلاش. بعد كده ببدأ ألفها على شكل وردة، يعني بلفها كده في البداية شكل بقجة، وبعد كده بخليها مكشكشة من على الوش زي الوردة بالظبط. بعد كده هدهنهم شوية سمنة حلوين وادخلها الفرن لمدة 30 دقيقة. بعد ما بتخرج بسقيها بالشربات البارد. بعد كده بجهز لها كريم شانتيه عبارة عن كوباية من الكريمة، عليهم كوباية من المية المثلجة، وببدأ أضربهم كويس جدا. باخد بقى طبقة كريمة واحط الاختراع بتاع الحلو دوت، وبحط من فوق طبقة كريمة ورشة فلفل سوداني، بس كده.